ازاي اختار الكلية اللي انا عايزها ما بين كليتين محتار فيهم. هنعمل الجدول ده. الجدول ده عبارة عن وجه مقارنة ما بين كليتين في 5 ايتمز، يعني عندي 5 عناصر هقارن ما بين الكليتين دول. ينفع اعملها مع اي كليتين بغض النظر عن المثال اللي احنا اخدينه كلية تمريض وكلية علوم. طيب وجه المقارنة عندي هيكون ايه؟ اول حاجة الكلية دي لها تكليف ولا لا؟ تاني حاجة الكلية دي متاح فيها عمل خاص ولا لا؟ تالت حاجة الكلية دي صعبة ولا سهلة؟ رابع حاجة فرصة التعيين كمعيد متاحة ولا محتاجة مجهود؟ 5 سوق العمل. وكل الحاجات دي هنتكلم عنها بالتفصيل هقدر اجيبها ازاي. ودلوقتي هنطبق الجدول اللي احنا خدناه على كلية تمريض وكلية علوم. اول وجه مقارنة عندي التكليف. التكليف بالنسبة لكلية تمريض في تكليف، لكن كلية علوم لا يوجد تكليف. يعني ايه اصلا تكليف؟ يعني هتخلص الدراسة هتتعين في وظيفة حكومية. تاني حاجة في وجه المقارنة العمل الخاص. بالنسبة لكلية تمريض يوجد وبإقبال، وكلية علوم بشرط. يعني ايه بشرط؟ بالنسبة لكلية علوم عشان اشتغل شغل خاص بشرط معناه ان انت هتشتغل كويس جدا على نفسك في التخصص اللي انت اخترته. يعني انا مثلا اخترت مثلا الكيمياء، فقعدت بقى خدت دبلومة، خدت ماجستير، خدت دكتوراه واشتغلت على تخصصي، فاثبتت نفسي بقى ليا اسم في التخصص ده. فما ابتدي اعرض نفسي في سوق العمل بيبقى ليا قيمة، يعني بطلب في الوقت ده بتقبل في العمل الخاص ده. اقصد بيها بشرط اللي انت هتشتغل على نفسك كويس جدا بعد ما تخلص الكلية. لكن بالنسبة لكلية تمريض انت اول ما بتخلص متاح جدا ان انت تشتغل في اي مستشفى خاصة بمرتبات محترمة. نيجي لتالت حاجة في وجه المقارنة، الكلية صعبة ولا سهلة؟ اولا مفيش حاجة اسمها صعبة وسهلة، بس كمصطلح متعارف ما بيننا. اول حاجه بالنسبه لكليه التمريض هي محتاجه جهد. تاني حاجه كليه علوم محتاجه جهد كبير جدا. عايزه اعرفكم ان كليه التمريض لو انت حاطط في دماغك اللي انا هذاكر الشهر الاخراني وهنجح، استحاله. اول يوم هتدخل فيه كليه تمريض في العام الدراسي هتبتدي تذاكر وتتعب. كليه تمريض محتاجه جهد ووقت، يعني مش اللي انا هذاكر في اخر شهر هنجح، استحاله. ولكن للمصداقية أنا لما كلمت زمايلي اللي هم أو أصدقائي اللي في كلية علوم، كلية علوم محتاجة جهد أكبر وأكتر. طيب أنا ليه قلت الجزئية بتاعت صعبة ولا سهلة؟ لو أنت حاطط في دماغك فرصة التعيين كمعيد، بالنسبة لكلية تمريض متاحة أكتر من كلية علوم. يعني لو انت اشتغلت على نفسك كويس جدا في كلية تمريض فسهل ان انت توصل لفرصة ان انت تبقى معيد، غير او بمقارنة مع كلية علوم. وده مش معناه ان حتة ان انا اوصل ان انا معيد دي حاجة سهلة وانا هعمل ان شاء الله عليها حلقة. لا، ان انت توصل لمرحلة اللي انت تبقى معيد ده حد تعب وخد من وقته ومن جهده ومن راحته حاجات كتيرة عشان يوصل ان هو يبقى معيد. ولكن لو هقارنها ما بين كلية علوم فالفرصة متاحة أكتر لكلية تمريض عن كلية علوم. يبقى لما نيجي بقى نقارن ما بين سوق العمل في كلية تمريض وكلية علوم، بالنسبة لكلية تمريض احنا قلناها دي تاني رغبة أو تاني حاجة مطلوبة في سوق العمل، فطبعا حاجة رائعة كويس جدا مطلوبة. طيب كلية علوم حسب التخصص وبشروط. يعني ايه حسب التخصص وبشروط؟ حسب التخصص لو لها اي علاقة بال5 تخصصات دول اللي احنا قلنا عليها مطلوبة في سوق العمل فدي حاجة كويسة جدا. بالشروط ايه بقى؟ ان انت هتشتغل برضو على نفسك، هتاخد ماجستير، دبلومة، دكتوراه، وهتعمل لنفسك اسم وقيمة عشان اما تيجي تعرض نفسك في سوق العمل تبقى مطلوب. فده المقصود بيها حسب التخصص وبشروط.